السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين. ويعني النهارده آخر يوم في عيد الأضحى المبارك، رابع يوم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما كده تبقى حياتنا كلها خير وبركة وحب وسعادة يا رب دايما إن شاء الله. بسلم عليكم طبعا أكيد على كل الناس اللي عندي على الفيسبوك. صباح الفل عليكم مرة تانية. وكنت حابب بس أقول حاجة كده بسيطة. يعني لو تفتكروا كده من حوالي أسبوعين تقريبا أو 20 يوم بالكتير يعني تقريبا، يعني واحد كده جعجاع بيتكلم كتير وجعجاع وقبل كده طلع في فيديو، طلع شكله حتى يعني قلع التيشيرت كده وبتاع ويقعد يهجص وبيضحك علينا، وهو ناسي نفسه ان هو كان اصلا طول عمره من ناشئين الاهلي. بس لما مشي من النادي الاهلي تحول غير طبيعي، غير طبيعي، وحسسني ان هو زملكاوي صرف. مش عارف ازاي. يعني يعني انا ما ينفعش ان انا ابقى الناحيه التانيه كده فجاه، وان انا بدافع وبعمل وبسوي وبعمل. ممكن غصب عنك رحت لعبت هناك، يعني مثلا كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن راحوا لعبوا في نادي الزمالك، نادي محترم نادي كبير. لكن في النهايه وهم بيلعبوا وهم بعد ما بطلوا قال لك احنا اهلاويه، طول عمرنا اهلاويه. يعني رقم واحد في حياتنا هو النادي الاهلي. لكن الاخ ده اللي اسمه اول حرف كده الف، وتاني اول حرف في اسمه الاولاني وتاني حرف في اسمه التاني ح، الف ح. يعني والله بيضحكني وحياة ربنا بجد، يعني بجد. وبيقعد كده بيسخر من الناس، ويعني بشكل حتى استفزازي جدا. انا شفت له مره فيديو بس هو ده اللي شفته له، فعشان كده طلع ارد، مع اني ما بحبش ارد على الناس ديت خالص بصراحه. الناس اللي زي ديت وحتى لو هو زميل، يعني المفروض زميل يبقى فيه احترام. لكن لا، انت لما تيجي تغلط في النادي بقى وتقعد بقى تعمل فيها يعني شويه كده وتفرض عضلاتك، لا، اقف عند حدك بقى، اقف عند حدك، لان النادي الاهلي وجماهيره كبيره جدا جدا. فاوعى بقى، لان يعني انت حظك ان ابراهيم سعيد ما شافش الفيديو. ابراهيم سعيد لو شاف الفيديو انت حر، مش هتعرف تروح حته منه يعني. المهم يعني طلع بيقول ان في 2 لعيبه جامدين جدا، وطلع على القناه الرسميه يعني 2 لعيبه جامده جدا الاهلي مش عارف يجدد معاهم، و2 بيلعبوا اساسي. قال كده 2 بيلعبوا اساسي هيجوا نادي الزمالك. قال له يا راجل، مش ايه يا راجل، ارجعوا الفيديو ده وانتوا تشوفوه. قال له 2 وانا اتكلمت معاهم. هو محسسني هو بيكلم مصر كلها، يعني هو محسسني ان هو رئيس نادي وانا مش واخد بالي، وهو حسسني ان هو يعني لعيب كان جامد قوي سوبر قوي وانا مش واخد بالي. ما انا مش عارف بصراحه، يعني انا مش عارف، يعني مش عارف ايه الحقد والغل ده. قال لك 2 لعيبه اساسيه بيلعبوا في النادي الاهلي هيسيبوا النادي الاهلي وهيسيبوا البطولات والانجازات والفلوس والاعلانات والشهره الكبيره عشان يروح نادي الزمالك، اللي هو بيمر بازمه ماديه وبيمر بازمه فنيه. يعني نادي الزمالك نادي كبير بس بيمر بازمه الفتره اللي فاتت. خلاص الاهلي لما بيرجع، الاهلي ممكن يقع سنه سنتين بالكتير، بس لما بيرجع بيقعد 10 سنين بياخد الدوري، 7 سنين بياخد الدوري، 8 سنين بياخد الدوري. ودي حقيقه، هو ده ارجع للتاريخ، ارجع للتاريخ وانت تعرف ده حبيبي. فيعني قال لك 2 اساسيين وبيلعبوا اساسي هيسيبوا النادي الاهلي وهيجوا نادي الزمالك. واللي انا فهمته واللي انا عرفته يعني من كلامه، عشان هو ما بيعرفش يتكلم، هجاص يعني وما بيعرفش يتكلم. اللي انا فهمته واللي انا عرفته ان هو عنده حق في اول حاجه، ان في 2 لعيبه هيتنقلوا لنادي تاني. بس الجزء التاني بقى اللي انا عايز اقوله لك هو سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه، بس انت نسيت تقول هم دول اللي مشيوا وراحوا بيراميدز. فيعني انت لو كنت بس يعني معاك الودع زي ما بيقولوا كنت فهمت، بس انت للاسف يعني على قدك، قد كده صغير قوي يعني. السلام عليكم.